السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولادي وبناتي وحبايبي اللي بيسمعوني واللي بيتفرجوا عليا، الناس الوحيدة اللي بحب أفضفض معاها بالكلام وأحكي معاها، الناس الحلوة. أيوة النبي، الناس الحلوة. الناس الحلوة دي يعز علي إنها تعمل حاجات ما تصحش تتعمل أو حاجات غلط، أو أنا شايفاها يعني إن إحنا نقدر نغير فيها. وليه لأ؟ ما احنا كنا زمان كده الحمد لله اخلاقنا كده. ايه المشكلة لما نتغير يعني، والوحش اللي فينا ده نطلعه برانا ونبقى ان شاء الله زي الفل كلنا. عايزه احكي لكم اللي حصل ايه بالتفصيل. رحت من كام يوم مع ابني، ربنا يحرسه ويحميه ويخلي له ولاده يا رب، يخلي له مراته وحبيبتي. من كام يوم بقول لكم كده، زي ما قلت لكم، نزلت مع ابني اتمشى انا وهو شويه، كان عندي مشوار كده للبنك. عشان ايه؟ عشان اقبض المعاش. ماشي. قلت ايه، اخدني يوديني عشان اخد الفيزي بتاعت المعاش عشان اقبض بقى الشهر وكده، كانت واقفه. المهم ما طولش عليكم، قولوا لي طولي يا تيتا براحتك. المهم وانا ماشي حكيت لكم في اللايف، بس انا بقى ده بحب اقوله للناس، الناس اللي ما حضرتش اللايف، النبي ما انا سايباكم. المهم وانا ماشيه انا وهو، حطتني كده في ايده كده واخدني كده، لقيت واحده بنت زي القمر كده، شابه صغننه كده، رايحه نشوف مدرسه ديت ولا رايحه فين دي الله اعلم، ماسكه شنطتها وماشيه في الشارع وبتكلم نفسها: وانت فين الورق؟ وانت هاتي الورق. فين الورق يا اختي؟ فين الورق يا حبيبتي؟ سبتي الورق ليه؟ وما صورتليش نسخه معاكي ليه؟ نبي قلبي وكلني عليها. قلت يا حبيبتي البت دي اهلها سايبينها في الشارع تكلم روحها كده، يعني ما يصحش برضو. دي عروسة يا قلبي، ربنا يشفيك يا بنتي، وطول السكة رايحة جاية ادعي لها. قولي يا حبيبتي يا ضنايا، وده كان إيه اللي نابها ده ولا إيه اللي صابها دي؟ وبقى قلبي ياكلني كده عليها والنبي من جوه. المهم قلت يا حبيبتي يا بنتي مالك ده؟ جه الواد ابني ربنا يحميه ويخليه يقول لي: مالك ياما كده شايله الهم ليه ومش مبسوطه كده، مالك؟ قلت له: يا ابني شفت النهارده حته بنت عروسه، ربنا يا رب يشفيها لاهلها، ماشيه تكلم روحها وتزعق وتصرخ وورق ومش ورق. قال لي: ياما مش بتكلم روحها ولا حاجه، شايله همها ليه؟ دي يا اختي حاطه التليفون في الطرحه ورايحه بتكلم زمايلها، انت مش سامعه ضحكيها وصوتها العالي في الشارع؟ قلت له: لا يا ابني ما تقولش كده، دي تعبانه. يعني ايه حاطه التليفون ايه اللي بتحطه في الطرحه دي؟ ما خدتش بالي. اتى بيها البيت حاطه التليفون كده جوه الطرحه كده من هنا كده، وماشيه راحه تتكلم والنبي، وانا اللي طول الليل ادعيلها وقلبي واكلني عليها. طلع كل ده بتكلم زميلتها في التليفون. طب ليه يا حبيبتي تحطي نفسك في الشكل ده؟ ليه قلبي تحطي نفسك في الموقف ده؟ ليه تخلي الناس تتفرج عليكي وتسمع عملتي ايه وفين الورق وفين الحكايات؟ ده احنا زمان ايامينا، والله العظيم شوفوا كان ايام زمان دي كانت الواحده في النيني تلبس قصير والله، وتلبس عريان وتلبس كل حاجه، اما كان في حد يبص لها ولا حد يديها كلمه كده ولا كده. يا حبيبتي فضحتي نفسك والناس اتفرجت عليكي وعرفوا الاسرار بتاعتك. وفين الورق يا بت؟ اقعدي يا بت، يا بت خيلتيني رايحه جايه فوق قدام عينيا، يا بت خيلتيني. اقعدي اقعدي يا حبيبتي ربنا يهديك. خشي عند ماما، خشي عند ماما. ماما نايمة يا تيتا. خشي اقعدي معاها، خشي صحيها والعبي معاها. رايحه جايه كده في وشي زي البتاع كده، الدبانه الثقيله كده. يا تيتا ماما كومباس. العبي يا حبيبتي بعيد عن ماما، العبي بعيد عن اللي جابوني. المهم دي برضو من الاشكال اللي لازم تتغير. اي والله اخلاق، تيتا انا عملت ايه؟ اخلاق جميله يعني. المهم بحث. مالك يا حبيبتي؟ مالك يا بنتي تسمعي الناس بيكي ليه ويعرفوا حكاياتك ليه؟ ما كل واحد كده يحافظ على نفسه. قال بقى المشكله ان ما بقتش البنات الصغيره بس، لا ده الموضوع اتطور زي ما قلت لكم كده. الدور والباقي بقى على الاهل، الام والاب. ليه؟
ما يقولوش لبناتهم، وخصوصا البنات. شوف الولاد اهو راجل، يعني بنقول راجل مش مهم في داهية، لكن البت لازم تكون كده متصانة كده، وخايفة على نفسها كده، وخايفة على ان حد يلسن عليها بالكلام. ايامنا زي ما قلت لكم كنا بنلبس القصير وبنلبس مش عارف ايه، ما كانش حد يستجري يتكلم كلمة. شو يستجري يتكلم كلمة علينا؟ محدش كان يقدر يقول حاجة. مهم، اتاري امها وابوها بقى كده رخرين بيقفوا في الشارع يتكلموا. ما انا ببقى شايفة رخرة وانا رايحة مشوار كده ولا كده، ولا بصة من البلكونة اروح شايفة ست عاقلة وراسية كده ماسكة شنط الخضار بتاعها في ايديها الاتنين، وماشية تكلم روحها ماشية تكلم روحها. قلت ده جوزها مطلع عينها. ايام زمان كان الراجل من دول لما يمشي يكلم روحه كده في الشارع الناس يقولوا عليه مجنون، والله العظيم. وكانوا يسألوه بالطب مش عارف ايه، كانوا يقولوا عليه مجنون. دلوقتي بقى عادي تمشي في الشارع كده تلاقي حد من وراكي كده جاي يصرخ ويتكلم، اتابيه بيتكلم في التليفون. طب وخلاص يعني حبك، يعني حبك خلاص، يعني مش لاقيين وقت تتكلموا فيه وتصرخوا فيه إلا في التليفون. اللي يكلم مراته ويزعق لها، واللي يقول لها اجيب لك ايه وانا جاي ويصرخ. طب ما تراعوا يا جدعان الناس اللي حواليكوا، يعني راعوا الناس اللي حواليكوا. ده كوم. وايه اللي حصل تاني وفي السكة واحنا راجعين بقى جايبين الفيزا في جيبي بقى وحطها في البوك بتاعي. كوم تاني شلة بنات كده طالعين من الدرس، شوفوا ايه، ولا طالعين من انهو نيلة تاخدهم رخرين عاملين ايه. والنبي كانوا ماشيين كده قصادنا، يعني واقفين ماشيين كده قدامنا كده واحنا وراهم. فجأة وقفوا، فجأة كده لقيتهم وقفوا قدامي كده، كانوا ماشيين مع بعض في طريقهم كده بما يرضي الله. فجأة راحوا وقفوا. ايه يا جدعان ده حد متضيرين ليه؟ دول هيضربونا دول، ولا هيسرقونا، ولا يثبتونا، ولا ينيلونا بست نيلة؟ مالهم دول؟ وقفوا، كل واحدة طلعت من جيبها ولا من شنطتها تلفون، ورافعين التلفون وبيتصوروا ويكركروا. وده موقف ده يعني في نص الشارع كده، موقف ده المنظر الطبيعي اللي هم شايفينه يعني في الشارع واقفين يتصوروا حواليه. المنظر يعني محد يفهمني؟ طب ايه المنظر يعني؟ دي زبالة في الشارع وناس ماشية كلها مضروبة بالجزم، كله مش شايف قدام. لازمتها ايه يعني؟ لازمتها ايه؟ وشلة شباب قصادهم الناحية التانية قاعدين على القهوة بيتفرجوا عليهم وهق ومق. ما تظبطوا كلكم يا جدعان، فين الأهل دي؟ ما تربوا عيالكم. كان على أيامينا أمي، قلت لكم أنا برضو في البث، قلت لكم الله يرحمها قالت لي مرة وأنا صغيرة كده، قلت في عقل بالي كنت ماشية هف نفسي عليا كده على سندوتش فول وطعمية. وشوفوا ازاي، على سندوتش فول وطعمية. قلت لها يما ريحة الطعمية داخلة في مناخيري قلب دماغي، نفسي في سندوتش كده أكله في الشارع كده، يعني طقط في دماغي وأنا ماشية كده في الشارع أكل سندوتش إيه؟ طعمية. قالت لي إيه؟ ليه يا بنتي هما اللي اختشوا ماتوا؟ قلت لها جوع. ماله الجوع ومال اللي ماتوا دول؟ قالت لي عيب، عيب بنتي تمشي تاكل في الشارع كده وبقها يتلوى في الشارع. تيجي تشوف حال البنات عامل ازاي. قلنا اللبس حرية، اما الاخلاق الاخرى بقت حرية. انا يا ريت امي تيجي دلوقتي تتفرج على اللي بيحصل ايه. الله، كان زمانها جابت لي سندوتش الطعمية ولا الفلافل دي. النبي نفسي فيها بان عليا، ولا انا مالي بتوحم ولا ايه؟ المهم، فطولت عليك وقولوا لي طولي يا تيتا راحتك يا تيتا. هنتغدى فول وطعمية. حلو حلو، قولي لها تعملي سندوتش كده وتحط فيه طحينة. طيب بكرة. المهم ايه، ماشيه البنت من دول زي ما بقول لكم. آه، البنت نسيتني عماله تفكرني بالاكل يا بنتي وانا جعانه ولا كده. بنت حرام عليكي. المهم جاء ايه، امي قالت لي عيب، عيب اما تمشي كده بقك يلعب في الشارع كده والرجاله تشوفك رايحه جايه كده بتاكلي، ومال الجوع ومال اللي ماتوا. من هنا بقى قلت لها وايه حكايه يما اللي اختشوا ماتوا دول، وماتوا ازاي ومين اللي قتلهم؟ قالت لي فايه، قلت لها يما ايه حكايه اللي اختشوا ماتوا؟
ومين اللي موتهم وقتلهم ولا طبوا ساكتين دول من طولهم ولا ايه؟ كملي. قالت لي زمان، بس يا حلو، قالت لي زمان خالص، ايام زمان كان في حاجه اسمها الحمام، حمام التلات، حمام الاتنين، شوف حمام الخميس، إيه ده المهم ان هو تيتا؟ كان هي حمام. الناس ما تستحماش خالص، لازم تستحمى في أيام. ايوه، هو كان يوم في الاسبوع الناس تستحمى في حمام ده، ازاي؟ هو يطلعوا يومين من في بيوتهم. اليوم، يا يومين في حبيبتي بس اليوم. يلا يا ماما، أنا يومين في بستحمى اليوم. يومين في اليوم. المهم الناس دي ايه، تاخد هدومها وحاجتها وتروح حمام التلات ده ولا حمام الاتنين ده، وتروح تستحمى فيه وتدعك كده بالليفة المغربي تيتا وال وانتي وال كنتي زمان وال يعمل معاكي كده؟ والحاجات دي. المهم الناس دول ايه، كانوا مولعين نار عشان يسخنوا المية دي، والحمام دي كان الأوضة دي من الخشب، الأوضة دي كانت من ايه، من الخشب، وهم قايدين النار بقى بيسخنوا المية وفحم بقى، ويديها إيه، يدي الولعة كده عشان تسخن المية وتعمل بخار مية زي الساونا اللي طالعة اليومين دول في التلفزيون ليل ونهار، في الساونا في الساونا، عشان بخار المية واللي يخس واللي يمس والحاجات دي. فكانوا مولعين النار دي، النار دي لهمت في ايه، في الخشب اللي مصنوع منه الأوضة أو مصنوع منه الحمام. ايه اللي حصل، النسوان طلعت من الحمام عريانة تجري في الشارع، انطلقت كده تجري في الشارع عريان، اي والله بتقولي كده، طلعوا يجروا هنا ويجروا هنا ويستخبوا من النار هنا وهنا وهم عريانين، ما خدوش بالهم بقى، ما فكروش، لا همهم بقى ان هم عريانين ولا انهم يستروا نفسهم ولا حاجه، الا يا عيني شويه نسوان كده ماتوا محروقين، اي والله ماتوا محروقين. جم الناس قالوا يا عيني النسوان اللي ماتت محروقه اهي، النسوان اللي ماتت محروقه اهي فعلا، اللي هم ماتوا ليه، قالك اختشوا، خافوا يتكسفوا ويطلعوا عريانين زي بقيه النسوان ويتجروا في الشارع عريانين، اختشوا ان هم يطلعوا من النار، فاتحرقوا يا حبايبي وماتوا، دول اختشوا. تيتا من مش هنا كده كده هيوديهم الجنة؟ طبعا ان شاء الله، الله يرحمهم كلهم، والله كانوا ناس طيبين اكيد، طالما فكروا كده يبقى كانوا ناس طيبين. المهم من هنا طلعت كلمة ايه او مثل ايه، اللي اختشوا ماتوا، ماتوا ليه، عشان اختشوا ان هم يجروا ويطلعوا. اهم حاجة بقى دي الخيشة دي، الخيشة ده بقى اللي الناس نسته، الناس خلاص ما بقتش تفكر فيه، ما بقاش حد همه ولا بيفكر فيه. ويا ريت بناتنا كلها تختشي شوية على نفسها وتختشي على دمها. الحياء دي لازم يكون في البنت، بنت تبقى حقيقية كده وتتكسف كده ويبقى عندها خشي، أهم حاجة. بيقولك إيه، بيقولك في المثل التاني إيه، إن لم تستحي فافعل ما شئت. يعني ايه؟ يعني طالما أنت ما بتتكسفش اعمل اللي أنت عايز، تروح في 60 داهية تاخدك بقى، ابعد عننا بقى. المهم إن إحنا نبدأ من أول وجديد، الوقت ما ضاعش، نعلم ولادنا إزاي ياخدوا بالهم من نفسهم. يا رب كده يحمي بناتنا كلهم يا رب، ويحفظهم ويحميهم، وربوا في بناتكم وولادكم، البنت قبل الولد والله، والولد قبل البنت، كله بيتخاف عليه، يحافظوا على نفسهم كده، ويبعدوا أي حد صاحبه مش كويس كده يبعد عنه ويسيبه، قربوا بالناس الكويسة، كل ما خفتش على بنتك وبنت صاحبتك وبنت جارتك الدنيا حواليك هتبقى زي الفل، خافوا على بعض كده وحاموا في بعض وحاجوا على بعض كده، ربنا يرفع اللي احنا فيه ده يا رب. اشوفكم على خير بقى في فيديو جديد ان شاء الله، وحكاية جديدة، حكاية مثل جديد زي اللي سمعناه النهاردة مع بعض من تيتا فريح. وزي ما بنتي بتشيل ونهار تقول لي يا تيتا وانا بنسى برضه، ما تنسوش السبسكرايب واللايك. لا لقيتوا دي، اللايك ما تنسوش السبسكرايب واللايك. والصن سبرايت، ماشي. سبرايت دي بتشترى